السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. وفيديو النهارده فيديو عن الذهب. الفيديو الذهب اللي انتوا شايفينه ده كله غوايش. فيديو عبارة عن غوايش خارجية، غوايش شكلها هندي بس بأيدي مصرية، بمصانع مصرية، إنتاج مصري. ماشي، لكن الرسومات رسومات خارجية، رسومات هندية. كلها تحسوا ان هي فيها فصوص، بس هي مش فيها فصوص خالص. طبعا بنوريكم كده الشغل كده مرة واحدة. وده طبعا من شركة القدس. هحط لكم عنوان الصفحة وعنوان الشركة، محل يعني في المطرية، تحت في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. تمام كده. كل مرة بنزل لكم الفيديو بتاع الدهب بالصوت صاحب الشركة نفسها. تمام. بس المرة دي بس ايه، عشان خاطر حقوق الطبع والنشر يعني، فهعمله بصوتي. تمام. بصوا، طالما عيار 21 نختار غوايش من غير فصوص. تمام. الغوايش اللي عيار 21 يفضل يعني. وفي أشكال كتير جدا تغني عن الفصوص زي اللي احنا عاملينها دي. بصوا، الغوايش قدامكم اهي تغني عن فصوص. الغويشة اللي على الشمال دي ماستر جولد، وزنها 9 جرام. اللي على الشمال تمام. الغويشة كلها شغل. الكرة البيضة اللي انتوا اهي. بصوا، اللي انتوا شايفينها دي مش بتتني. في النص كده فيها نقشة خفيفة. الغويشة فيها دي 8 جرام. 8 جرام. 8 جرام 35 ملي. طبعا اضربه في سعر الذهب. تمام كده. دي انتاج شركة جولي. شركة جولي هي اللي عاملة الغويشة دي. تمام كده. سادة خالص، فيها رسمة بسيطة كده مفرغة. تقريبا كل الزباين مش عايزين حاجات فيها فصوص، وبالذات الغوايش. الغوايش انت بتستخدميها كتير جدا، والفصوص ممكن تقع فعلا وتخسري فيها. لا، الغوايش بالذات اشتريها من غير فصوص. ودي بقى عن تجربتي انا الشخصية، زائد كمان دكتور تجربة صاحب الشركة، كمان بيفضل الغوايش من غير فصوص. ماشي. الغوايش الهندي بقى، الغويشة الحموسة الماستر الجولد، الرائعة اللي هي ما بتبطلش وانتوا بتطلبوها على طول. قدامكم دي دي وزنها. بصوا، الغويشة من 8 ل9.5 10 جرام. طبعا هتضربوا في سعر الذهب في اليوم اللي انت هتشتروا فيه. تمام. دي كده وزنها 9 جرام. تمام. كورة بيضة زي ما انتوا شايفين كده، وسلسلة مجدولة. والسلسلة المجدولة دي اسمها الزمزم. وبعد السلسلة الزمزم دي يعني بصوا شكلها نقش، كلها منقوشة يعني مش سادة. الغوشة بالحجم ده كده دي 9 جرام. 9 جرام بقى اضربوها بقى في سعر الدهب زي ما قلنا. في بقى منها كل المقاسات من أول 19 لحد 22. مفيش منها 23. لا، مفيش منها 23 دي. 22، 19، 20، 21 كده. تمام. ندخل بقى. ده انتاج مصنع جولي. تمام. ده كده. بصوا غوشة دي بقى غوشة جولي. بصوا، دي كده ايجيبت جولد كانت بتعمل منها، بس كانت بتعمل منها 20 جرام. لكن دي بقى، لكن دول 14 جرام. الغويشة الواحدة 14 جرام، مصب من جوه عشان تستحمل تبقى متينة وشغلها. يعني الغويشة واحدة تنفع اسورة لوحديها. بصوا، 14 جرام. بصوا شكلها جميلة جدا. ندخل بقى على الغويشة البامبو. ماشي. برضو شركة جولي هي اللي عاملاها. وبرضو بصوا، برضو عاملاها عيار 21. وبرضو شيك جدا. بصوا شكلها عامل ازاي. ودي بقى اسمها غويشة البامبو.
بصوا شكلها. برضو نفس الكلام، صب من جوه عشان بتزود متانة للجويشة، وبتديها انها تستحمل شوية اي صدمات من الصدمات بتاعتنا. انتوا عارفين يعني قصدي ايه، استعمال وكده يومي. ماشي. ندخل بقى على الغويشة دي برضو اللي هي السادة دي. شبه الغويشة اللي انا لسه حكيلكوا عليها برضو، اللي هي الحموصة دي. بصوا يا جماعة، ده إنتاج مصري، يعني دي مصانع مصرية بس بتعمل النقشات المعنى أصح المطلوبة. في النقشات الخارجية مطلوبة بشدة، نقشات الهندية مطلوبة. طبعا يستحسن يعني في الغوايش ما فيش فصوص، فطبيعي يعني يعملوا الغوايش اللي من النوعية دي عشان خاطر يلبوا طلبات السوق المصري، وفي نفس الوقت مصانع مصرية، كله إنتاج مصري في مصري. فبصراحة يعني حاجة مشرفة، حاجة احنا فخورين بيها. شركة القدس فخورة بالإنتاج ده. بصوا دي 5 جرام، تخيلوا دي 5 جرام و90 ملي. بصوا ماستر جولد دي بقى من إنتاج شركة ماستر جولد من غير فصوص. البامبو كانت 10 جرام، البامبو دي كانت 10 جرام الغويشة يعني. وبرضو تقدروا يعني هي صغيرة شوية عن الغويشة اللي جنبيها، بس تقدروا ايه تلبسوا 2 مع بعض كده لان 10 جرام. فاهمين؟ بصوا مش مفيش فصوص خالص، نقشة تحفة. بصوا ده كده شغل العيار 21 من غير فصوص خالص. جولي صب من جوه، عيار 21، شغل فوق الخيال. بص الغويشة دي سموها عود البطل. الغويشة السادة اللي شبه الدبلة السادة دي بقى هتبقى تحفة جدا، مبطنة وقوية جدا. دي 17 جرام، تخيلوا بقى 17 جرام، بس دي مبطنة من جوه. خدوا بالكم عشان هوريكم دلوقتي المفرغة. دي 14 جرام، 14 جرام او 16 جرام. بصوا مفرغة من جوه اهي، تحفة جدا. مع الدبلة السادة بتاعتها بقى. التقيلة موجودة 17 جرام، تقيلة ومبطنة من جوه موجودة، المفرغة موجودة، هتبقى تحفة جدا مع الدبلة السادة، فظيعة. ندخل بقى على الشغل البحريني، وبرضو الشغل عالي جدا جدا من شركة جولي. بصوا جامدة جدا بالخاتم بتاعها، اسويرة تحفة جدا سادة فايبر. وزن الاسويرة دي لوحدها من غير الخاتم 29 جرام. تمام كده. الاسوره دي زي ما قلت لكم ساده وشغل فايبر الاتنين مع بعض. بصوا كده بقى، شوفوها على ايد الانسه، جامده جدا بصراحه. واحلى حاجه فيها ان هي ما فيهاش ولا فصوص. ده بقى يشبه جدا الشغل الهندي، بس هي بحريني. بس زي ما قلت لكم كده شركه جولي شركه مصريه. بصوا. ودلوقتي بقى الخاتم بتاعها مع الاسوره تحفه جدا، تحفة تحفة يعني. بصوا وزن الخاتم بتاعها مش تقيل، تقريبا 4 جرام، 4 جرام ونص، حلو قوي يعني. بصوا الخاتم شكله تحفة عامل ازاي. نحطها كده بقى ونشوف نجيب لكم غويشة فظيعة من غير ولا فص. وبرضو صب من جوه، وبرضو 11 جرام الواحدة، 11 جرام. طبعا بقى 11 جرام تقدر تجيب غويشتين حلوين قوي، يبقوا مع بعض كده حلوين جدا، 3 مع بعض حلوين، 4 زود زي ما انت عايزة بقى. برضو ندخل بقى على الشغل السعودي الخليجي المطلوب. ده بقى الواحدة تبقى اسورة حلوة قوي ورقيقة وجميلة، لكن 3 مع بعض اوفر كده بصراحة. اسمها الرمش السعودي، الرمش السعودي دي خليجية 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 يعني، شكلها جدا.
دي بقى عاملة شبه خلية النحل او عش النحل. دي حلوة جدا جدا، وبرضو خليجي، وبرضو تقيلة. الواحدة 17 او 18 جرام يعني، بس برضو الواحدة تنفع لوحدها لانها جميلة جدا، حلوة قوي قوي قوي. بصوا، في بقى نقشة مختلفة وداخل فيها الوان حلوة جدا، اصفر واحمر وكمان سيلفر، والواحدة في 11 جرام زي ما انتم شايفين كده. شركة جولي بصراحة متألقة في الفيديو ده جدا، عاملة كمية غوايش انواع كتيرة جدا حلوة قوي. ماشي. برضو كانت خليجية برضو الغويشة اللي عدت دي. ندخل بقى الغويشة اللي بعديها. دي برضو انتاج شركة جولي، وبرضو 11 جرام او 12 جرام. ماشي، برضو حلوة جدا. بصوا دي بقى تحفة جدا جدا جدا، ودي كانت منتشرة الفترة اللي فاتت، ودي 14 جرام، ودي اسمها غويشة الكرة، وفي منها الرسمة اللي هي رسمة السنبلة. دي دبابة ماستر جولد. بصوا دي بقى غوشة الدبابة، عاملة زي الشكل الجنزير اللي بيمشي عليه الدبابة بالظبط. شغلها جدا رائع. دي بقى 18 جرام و18 جرام. دي كام؟ و19. دي الدبابة. شركة ماستر بقى عاملة الغويشة دي. قربنا بقى عشان تشوفوا التفاصيل كده، حلوة جدا، حاجة جميلة. بصوا دي بقى يعني تحس ان فيها فصوص، بس مش مفيهاش فصوص خالص، جميلة جدا. فيها الغويشة الواحدة 20 جرام، 20 جرام، تقيلة و حلوة جدا. شركة ماستر جولد، وزي ما قلنا الغويشة 20 جرام. الورق الابيض الصغير ده بيبقى مكتوب عليه الجرامات لو اخدت بالكم. شركة ماستر جولد الرائدة والمتصدرة، الشركة الرائدة المتصدرة في صناعة الغوايش دلوقتي. ماستر جولد نمرة 1. شركة ماستر جولد التعامل معاها بالحجز قبل ما بنطلب الطلبية، لازم قبليها نتفق عليها بشهر. طبعا مش احنا اللي بنتفق، شركة قدس هي اللي بتتفق مع الشركة. احنا كده بقى بنعدي على بقية الغوايش كلها. بصوا بقى الاسورة دي الوان زي المونيكير زي ما قلنا لكم قبل كده في الفيديوهات. في محبس كده في النص يلف زي الساقية كده. اسورة مميزة جدا، تتفتح وتتقفل، دهب خالص، مفيش فيها فصوص، حاجة بسيطة خالص، وزنها مش تقيل، كلها 28 جرام. بصوا كلها الشغل اللي فيها كله مونوكير، الوان دي مونوكير يعني. تعبان دوت ورناهولكوا قبل كده، 31 جرام وربع الواحد، بس تعبان ده بس 31 جرام. وبس كده احنا كده خلصنا كده الفيديو. ماشي، وخلصنا جدا، خلصنا كده خلاص تصوير الغوايش. وانتي بقى بتيجي تشتري بقى يعني استاذ سامح هيقول لكم شويه نصايح كده، بيقول لكم لما تيجي تشتروا اشتروا صناعه بلدكم، وخصوصا ان الصناعه تفوقت جدا في موضوع الذهب. وبقى كمان يراعوا الحاجات العمليه بالنسبه لنا احنا البنات او الستات. بيشوفوا بيقولوا يعني ان الذهب دلوقتي بقى خلاص يراعي الحاجات العمليه اللي احنا بنحتاجها. غويشه ما يبقاش فيها
الغويشة ما بقاش فيها فصوص، ممكن تقع الفصوص منك وانت بتستخدميها. دلوقتي بقى الشغل متين اكتر. دلوقتي الشغل في الاوزان برضو مناسب ليكي اكتر. معاكي الفلوس قليلة هتقدري تجيبي زي الغويشة الحموصة اللي قدامكم دي، 10 جرام، 9 جرام كمان، وفي 10 جرام كمان، تخيلوا. وفي كمان معاكي فلوس زيادة هتقدري تجيبي برضو 20 جرام زي الغويشة دي كده مثلا، 20 جرام، 14 جرام، دي كده 20 جرام. تقدري اللي انتي اللي معاكي تقدري تجيبي بيه متينة قوية شيك، شكلها حلو، انتاج مصري مش انتاج بلد تانية. تنفعي بلدك. عايز تجيب الايطالي. ايه السبب؟ السبب بعد كل الاسباب اللي قلناها دي كلها، السبب يعني. ف اتمنى اتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان تستفادوا من كل المعلومات اللي قلناها، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.